من البداية خليني أقولك إنك مش محتاج تبص على الشاشة. الفيديو ده هو صوت مع بعض الصور التوضيحية فقط. لو أنا حطيت صور، مفيش إيديت خرافي، وأنا مش جاي ألعب معاك لعبة الدوبامين والمؤثرات الصوتية والبصرية اللي كل اليوتيوبرز وصناع المحتوى بيعملوها علشان يجذبوا انتباهك ويجيبوا مشاهدات وخلاص. أنا هنا وفي الفيديو ده تحديدا جاي أقدم لك قيمة حقيقية، قيمة هتفيدك لو انت مهتم بالموضوع بتاع الفيديو. فمن الاخر من غير اي هري، هات ورقة وقلم وحط الموبايل على جنب واقعد دون كل كلمة هقولها علشان يبقى معاك خريطة تبدأ تمشي عليها علشان تشوف النتائج اللي انت عايزها وبتطمح ليها فعلا. اولا، يعني ايه أورا؟ الأورا أو الهالة ببساطة هي مش حاجة غيبية ولا حاجة سحرية زي ما الناس بتحب وبتتخيل. الأورا هي الانطباع اللي انت بتسيبه من غير ما تتكلم، هي الإحساس اللي الشخص اللي قدامك بياخده منك قبل ما يسمع صوتك أصلا. في ناس أول ما بتدخل المكان بتحس إن في حضور، وفي ناس تانية موجودة جسديا بس مش حاضرة. والفرق مش في الشكل أو اللبس أو الصوت ولا حتى الذكاء، الفرق دايما بيكون في الحالة الداخلية للشخص. انت شايف نفسك ازاي؟ حاسس بإيه؟ واقف على أرض ثابتة ولا متردد ومتوتر من جواك؟ وهي دي الأورا، إحساسك بنفسك اللي بيخرج للآخرين من غير ما تبذل مجهود وبيديهم انطباع معين عندك. تاني نقطة واللي محتاج تركز عليها هي فكرة إن لما يكون عندك هدف ورسالة، الطاقة وجاذبيتك بتتضاعف، بتزيد وبتتضاعف عشرات المرات فعلا. اخطر حاجة ممكن تحصل للانسان ان هو يعيش من غير اتجاه، من غير ما يكون عارف بوصلته فين، من غير ما يكون عنده بوصلة اصلا. يعني تصحى من النوم وانت مش عارف انت رايح فين، طاقتك مشتتة، بتقضي الحاجات اللي مفروضة عليك وخلاص. انت عبارة عن رد فعل، لكن مش راسم لنفسك طريق او وجهة محددة انت عايز تروح لها. ولكن اول ما بيكون عندك هدف واضح ورسالة انت مؤمن بيها فعلا، حتى لو انت لسه ما وصلتش للهدف بتاعك ده، الطاقة بتاعتك بتتغير، احساسك فعلا بيتغير، واحساس الاخرين بيك بيتغير تماما. مجرد انك تشوف شخص مؤمن بفكرة معينة او عنده رسالة معينة او عنده هدف معين، سواء اتفقت او اختلفت مع الهدف ده، بيخليك تحترم اصراره وايمانه بنفسه وايمانه بهدفه ده. وده ببساطة لأن الشخص اللي عنده هدف أو رسالة هو بيكون ماشي لقدام دايما، بيتطور دايما، رايح في حتة دايما، مش واقف مستني حد، مش واقف مستني إنه يكون رد فعل لشيء بيحصل له أو لظروف خارجية. بيكون هو صاحب القرار مش رد الفعل، والناس بتحس بده. يعني حتى لو انت ما قلتش كلمة واحدة عن أحلامك، الناس بيوصل لها إنك مؤمن بحلم ما وهتوصل له، وده بيغير كتير عنك. تالت نقطة هي تأثير مشاعرك على جاذبيتك، لأن مشاعرك مش حاجة جوه صدرك وبس، مشاعرك هي لغة. الخوف بيتشاف والقلق بيتحس والغضب المكبوت بيطلع في نبرة الصوت ونظرة العين. وفي المقابل الهدوء بيتنقل للآخرين، والرضا فعلا معدي. الثقة اللي جواك بتهدي اللي حواليك وتديهم أمان من غير أي مجهود منك، لأن أنت مش محتاج إنك تقول كلام مظبوط ومرتب وفي مكانه، أنت محتاج تكون حاسس بالكلام، حاسس باللي أنت بتقوله. يعني لو مشاعرك عكس الكلام اللي أنت بتقوله، الناس مش هتصدق كلامك حتى لو كان مرتب. الناس هتصدق وهتشوف وهتحس بمشاعرك، المشاعر اللي ورا الكلام. وتخيل نفسك كرب أسرة أو كشخص مسؤول عن حد أو شخص آخر، مجرد ثقتك بنفسك وقت ما يحصل أي مشكلة بيخلي الشخص اللي أنت مسؤول عنه يحس بثقة وأمان أكتر، وده من غير ما تقول حاجة أصلا. خلي بالك من النقطة دي كويس قوي، تأثير مشاعرك على جاذبيتك. ركز على مشاعرك دايما، علشان هي اللي بتدي حضور وهيبة تفرض بيها نفسك في أي مكان بدون مجهود زيادة وفي مكان غلط. رابع نقطة هي الصورة الذاتية.
الصورة اللي انت شايف نفسك بيها هي اللي بتخلي الناس تشوفك بيها برضو، لأن الناس مراية، بس مش مراية لشكلك ولكنها مراية للي انت مؤمن بيه، مراية لاعتقاداتك. لو انت شايف نفسك قليل الناس هتحس انك محتاج تثبت نفسك، ولو انت شايف نفسك مستحق مش هتطلب اهتمام ولكنه هيتقدم لك. الطريقة اللي بتقف بيها والطريقة اللي بتتكلم بيها وحتى سكاتك، كل ده طالع من الصورة اللي جواك عن نفسك، والصورة دي لو ما اشتغلتش عليها هتفضل هي اللي سايقاك بدل ما انت اللي تسوقها وتوجهها وتفرضها بالشكل اللي انت عايزه على الآخرين. خد بالك كويس قوي من الكلام ده. خامس نقطة عايزك تركز فيها هي إن الأورا مش حاجة بتتعمل، مش خطوات، مش أفعال معينة، مش خريطة، ولكنها نتيجة. يعني أنت مش هتروح الجيم تعمل تمرين للأورا، مش هتشتري كورس ويخليك جذاب في أسبوع، فكك من اللوكس ماكسنج والكلام ده كله. الأورا هي نتيجة طبيعية، نتيجة وعيك بنفسك وصدقك مع ذاتك وحالتك الداخلية وانت لوحدك قبل ما تقابل او تتكلم مع اي حد. كل مرة بتختار انك تهرب من اي شيء سواء شعور او مهمة او مسؤولية او فكرة، انت بتضعف، وكل مرة بتواجه الحاجات دي بتبقى اقوى. ومع الوقت من غير ما تحاول انك تبان او تظهر او تبذل مجهود علشان تلفت الانتباه، وجودك نفسه هيكون كفاية. الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي انا عملتها فعلا، وبقولك فيه كلام صادق وكلام انا جربته، وقعت في مشاكل وكنت ضعيف بسبب عدم تطبيقي وفهمي للكلام ده، وانتقلت لمرحلة افضل بكتير بسبب وعي وفهمي لكل الكلام ده. فانا فعلا عايزك تكون افضل. لو انت حاسس ان الكلام ده مفيد ليك، وانا عارف ان هو مفيد ليك، متنساش تدعم الفيديو ده بلايك وشير لأي حد محتاجه، واستنى الفيديوهات اللي جاية. سلام.